هجهز النهارده الفستق الكداب اللي لازم يكون موجود عندك لانه بيعمل شياكه جامده جدا في الحلويات. وهعمل سكر البودر والشربات اللي لازم يكونوا. الحاجات دي اساسيه موجوده عندك في رمضان عشان بتوفر لك وقت كتير جدا. هنعمل الشربات ويكون شربات متزن، لا هو خفيف ولا هو تقيل. وازاي هنحط فيه سر من الاسرار اللي هتخليه كلنا. ثابت ومظبوط معاكي لو في التلاجة طول الشهر. وطبعا الفستق الكداب بيعمل شياكة ومنظر جميل جدا في الحلويات. هتجيبي كمية السوداني اللي انت عايزاها، ويكون مش محمص ويكون مظبوط. لو في اي قشرة او حاجة بتطلعيها وبتظبطيها، بتجيبي اللون الطبيعي من عند مستلزمات الحلواني. وعايزة معلقتين كبار من المية، واحط عليهم نقطتين من اللون الاخضر، وهنخليه موجود جنبينا علشان خاطر لو حبينا نغمق اللون اكتر. هدوب النقطتين في معلقتين الميه، هدوبهم كويس، وهبدا ان انا اخلطهم بالسوداني، واكون مسخنه الفرن على درجه 180. انا كده قلبت الميه باللون في السوداني بتاعي، وهدخله الفرن لمده 5 دقايق او الميكروويف لمده دقيقه. طلع هقلبه كويس قوي، لقيته فاتح شويه، زودته تاني من نفس اللون اللي انا حطاه على الميه، علشان وافركه جامد جدا فيه. وهبدا ان انا هبدا ان انا اطحنه في المطحنه بتاعتي. وبرده احنا مش بنحرقه في الفرن، احنا بنحطه 5 دقايق بس علشان خاطر لو انا حبيت ازود اللون شويه ارجعه تاني برضو في الفرن او الميكروويف. هنا لقيته فاتح، برضو زودته لغايه ما توصلي للدرجه اللي انت عايزاها، وتحاولي ان انت تفركيه كويس قوي بحيث ان هو اللون الطبيعي يتغلغل في كل السوداني. وترك بس في المرحله دي لازم يرجع تاني 5 دقايق في او دقيقتين في الفرن يكون ساخن جدا، او دقيقه واحده في الميكروويف. طلعته وسبته يبرد، وبعد كده هبدا ان انا اعبيه في البرطمانات بتاعتي. ده هيريحك جدا جدا في الشغل، وبيعمل شياكه كمان في الحلويات اللي انت بتعمليها. وهيبقى موجود عندك بقى، اعملي بقى بالكميه اللي انت عايزاها. انا هنا هبدا اعمل الشربات بتاعي. هجيب كيلو من السكر، وهبدا ان انا برضو احطه في كوبايات عشان اقولك هو الكيلو بيساوي كام كوبايه. هو من كوبايه الشاي العاديه، هو هيعمل الكيلو هيعمل 4 كوبايات ونص من السكر. هحط قدامهم 4 كوبايات ونص، أو يعني 5 إلا ربع كده من المية. وهقلبهم كويس، ما كتريش المية علشان خاطر يطلع مظبوط، مش هيطلع تقيل ولا خفيف، بس هيطلع مظبوط. طبعا هنقلبه كويس جدا في المية بتاعتنا. وأكون مجهزة ليمونة ونص تكون كبيرة، أو ليمونتين لو هما وسط. وهنعصرهم طبعا على المية بالسكر. وبعد كده هنسيبهم على النار لمدة 10 دقايق، مش هتيجي جنبها خالص ولا هتقلبيها خالص على النار. وهتكوني مجهزة السر بتاعنا بقى، اللي هو عسل الجلوكوز. طبعا ده لازم يكون موجود في تلاجتك، لانك بتحتاجيه في البسبوسة، بتحتاجيه في اي حاجة يكون موجود. هو كان ب 12 جنيه، دلوقتي تقريبا بقى ب 22. هتحطي ربع البرطمان او ما يعادل معلقتين. طبعا هو بيبقى تقيل، فبتنزليه او افضل بالبرطمان كده وتنزلي جزء منه، ما يعادل معلقتين. كده انا هسيبه بقى على النار لمدة 5 دقايق كمان.
وبعد كده هسيبه يبرد. انا هنا طبعا بطحن سكر، لازم اساسي خلي عندك سكر مطحون، سواء طحنتيه او اشتريتيه مطحون. ما تنسيش النقطة دي لان هو بيوفر عليكي في المطبخ كتير في رمضان. كده انا عملت الشربات اهو، سبته يبرد وعملته. هو متزن، يعني ايه؟ يعني لا تقيل ولا خفيف، مظبوط. هغطيه واحطه بقى في التلاجة بتاعتي. خلاص هاخد بقى منه زي ما انا عايزة. وعندي سكر البودر، اعملي منه الكمية اللي انت عايزاها. انا عاملة يعني كمية على القد، بحيث اني انا بعمل مش بعمل حلويات كتير. وده الفستق الكداب برضو بيعمل شياكة جامدة جدا بجد في الحلويات، هتستخدميه ومش هتستغني عنه. وده كان الفيديو بتاعي، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة.